مصر دخلت حروب كتيرة جدا، ما شفتش مصري ساب بلده وراح بلد تانية. ما شفتش مصري قل أدبه على أي بلد تانية. ما شفتش مصري راح قعد لاجئ في أي بلد تانية وقعد يشتم في البلد اللي هو قاعد فيها. شعب مصر صبر، شعب مصري فضل في الحروب واستحمل. التاريخ اقروا التاريخ. يعني حتى اهالي بورسعيد واهالي بور فؤاد لما حصلت الحرب جم مشوا من بورسعيد. بعض الناس مشوا من بورسعيد، نزلت المحافظات الاخرى اللي جنب بورسعيد واهالي السويس ورجعوا تاني بقوا مقاومة شعبية. وقفوا في جنب جيشهم وجنب بلدهم. ما راحوش لجأوا في اي بلد تانية ولا هربوا من بلدهم. وبرغم ذلك احنا كمصريين مستحملين الغلب ومستحملين الهم اللي جالنا. وما ما بنتكلمش غير بنشتكي لحكوماتنا. وفي نفس الوقت انتوا مش عاجبكم بتتطاولوا علينا وبتشتمونا. فين الجيش؟ هو الجيش المصري دوت قاعد لكم مستني اي حد يعمل عركة يروح يضربه؟ الجيش المصري بيحافظ على بلده، بيحافظ على الامن القومي المصري. الأسلحة اللي رئيس سلحها لبلدنا دي لبلدنا، للأمن القومي لبلدنا، مش عشان خاطر يروح يخش بيها عركة علشان خاطر يحمي حد ولا يدافع عن حد. احنا كمصريين بندافع على بلدنا، ولو حصلت حرب احنا هنبقى ايه؟ احنا هنحارب برضو، احنا كستات وشباب واطفال هنبقى برضو في جنب جيشنا وفي ظهر جيشنا. مصر ما بتتعزمش على حروب. هو لا كده لا قلة أدب وتطاول. بلدنا احنا قادرين كمصريين نحافظ عليها كلنا، شرطة وجيش وشعب ورئيس ومؤسسات، قادرون اللي احنا نحافظ على الأمن القومي المصري، مش نحافظ على بلاد تانية. النهاردة احنا واقفين كلنا حاطين ايدينا على قلبنا وبندعي رب العالمين يحفظ لنا جيشنا ويحفظ لنا ولادنا اللي واقفين على الحدود. انتوا ماسكين تليفوناتكم وعمالين تشتموا في بلدنا وغصب بقى اللي انتوا لازم تدافعوا عنها. مش هندافع على حد، احنا بندافع على بلدنا بس، بندافع على الامن القومي المصري فقط لا غير. عشان انا مكتوب في بطاقتي مصريه، الجندي اللي واقف على الحدود مكتوب في بطاقته مصري. مش منتمي لاي دوله تانية غير بلده وتراب بلده وحدود بلده. وتحيا مصر وتحيا جمهوريه مصر العربيه وجيش مصر وشعب مصر ورئيس مصر. وربنا يحفظ لنا ولادنا